تأييد والتحام بالأخ قائد الثورة يوم أمس الجمعة مجددة تحديها وصمودها في مواجهة عدوان الناتو الصليبي. وأكدت جماهير قبيلة أولاد أبي سيف بنسمة في هذه المسيرة تأكيد التحامها والتفافها حول قيادتها التاريخية واستعدادها الدائم للدفاع عن وحدة التراب الليبي ورفضها للتقسيم وللاستعمار. وعبرت جماهير القبيلة في هتافاتها واللافتات التي رفعتها في هذه المسيرة عن إيمانها الكامل بأن الشعب الليبي وقائده الصامد سيحقق النصر النهائي القريب. كما انتصر المجاهدون الأبرار على المستعمرين في كل المعارك على طريق آبائهم وأجدادهم الذين خاضوا المقاومة الوطنية ضد الغزاة الطليان لردع الدول الاستعمارية التي جلبها اليوم إلى أرض الوطن حفنة من العملاء الخونة بعد أن طهرتها ثورة الفاتح العظيم من دنس قوات هذه الدول وقواعدها. وأعلن شباب قبائل أولاد أبو بوسيف بكل من طرابلس وسبها ومزدة وبالقرب من نسمة ورأس الطبل عن تشكيل جحفل المجاهد محمد عبد الله البوسيفي واستعدادهم للدفاع عنه وعن الوطن ووحدة ليبيا ولحمتها الوطنية. جددت قبائل أولاد أبو سيف بالمؤتمر الشعبي الأساسي نسمة التأييد والبيعة لقائدها القائد معمر القذافي معلنة استعدادها وجاهزيتها التامة لمواجهة عدوان الناتو الصليبي الاستعماري. وأكدت جماهير قبيلة أولاد أبو بوسيف أن الأخ القائد رمز دونه الموت وخط أحمر وأن كل من يحاول تقسيم ليبيا سيجابه بقوافل الشهداء لأن ليبيا لا تقبل القسمة. نستنكر هذا العدوان الذي أصبحت نواياه واضحة جلية لكل من له بصيرة بعد أن سارع في التدخل في الشأن الداخلي الليبي ليصل إلى مبتغاه، فهو تدخل بحجة حماية المدنيين، وها نحن نرى المدنيين يسقطون كل يوم في كل مناطق الجماهيرية العظمى، فهم تذرعوا بحماية المدنيين. ما يمشي شباب دم الشهداء، 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 ما يمشي شباب دم الشهداء. فهم تذرعوا بحماية المدنيين في بنغازي، وهم يقتلون المدنيين في طرابلس وسبها والجبل والساحل. هذه حججا واهية ومفضوحة، يريدون استعمار ليبيا من جديد، يريدون الاستيلاء على ثرواتنا وعلى نفطنا، يريدون إذلالنا وإهانتنا. نقول لهم من هذا المكان: نحن قبائل أولاد أبو سيف، أحفاد المجاهد محمد بن عبد الله البوسيفي وقادة الجهاد جميعا من هذه القبيلة المجاهدة ومجاهدين جميعا الذين رفضوا البوسيفي دم وافي، حالف ما يخون القذافي، البوسيفي عندنا وافي، حالف ما يخون القذافي. نحن قبائل ولاد أبو سيف، أحفاد المجاهد محمد بن عبد الله البوسيفي وقادة الجهاد جميعا من هذه القبيلة ومجاهدين جميعا الذين رفضوا الهجرة والاستسلام عندما هاجر وأسسهم الكثير. وقرر أولاد أبو سيف القتال ضد المستعمر الإيطالي عام 1911 ورفضوا إثارة الفتن وعدم الاعتداء على الغير. ها هم قد برز صوتهم من جديد عام 2011 والتاريخ يعيد نفسه. ها هم أحفاد المجاهدين من قبائل أولاد أبو سيف يستنكرون هذا العدوان ويلتزمون بالدفاع عن الوطن بكل قوة مثل ما دافع الآباء والأجداد. وإلى الأمام والفاتح أبدا والكفاح الثوري مستمر. قبائل أولاد أبو سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان شباب قبائل أولاد بوسيف في الجماهيرية العظمى. باسم الفاتح العظيم، انطلاقا من تاريخ الأجداد والآباء الذين قدموا الملاحم البطولية التي سطرها المجاهد محمد بن عبد الله البوسيفي ومحمد بن بشير والكثير من الآباء والأجداد الذين قدموا الملاحم البطولية التي سطرها الآباء في معركة المحروقة ومرصير وأبو غرة
يعلن شباب قبائل أولاد بوسيف بأنهم في حالة استعداد وبكل جاهزيتهم للمواجهة في هذه الظروف وفي هذه المحنة التي تتعرض فيها ليبيا الحبيبة للعدوان الأطلسي البربري الهمجي، وما يتعرض له أبناء شعبنا العظيم لاعتداء صارخ وانتهاك للحرمات والقصف المتوالي على أحياء سكنية آمنة، مما يعبر على أنها حرب صليبية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية. إن شباب قبائل أولاد بوسيف بكل من طرابلس وسبها ومزدة وبالغرب ونسمة وراس الطبل يشكلون جحافل أمنية باسم المجاهد محمد عبد الله البوسيفي، يعلنون تحديهم للمواجهة، وبأن هذا الشيء الذي يحدث في ليبيا العظيمة بأنه شيء غير مقبول، وأن شباب أولاد بوسيف جاهزين لتنفيذ أمر الموت. حرر بتاريخ دم الشهداء ما يمشي شباب، دم الشهداء ما يمشي شباب، دم الشهداء ما يمشي شباب. حرر بيوم الجمعة بتاريخ 24/6/2011. إلى قائد النصر والتحدي، إلى المجد والشموخ، إلى ملك ملوك أفريقيا وسليل الشرفاء المجاهدين، إلى ضمير العالم، إلى البطل الصامد المنتصر بالله معمر أبو منيار القذافي. الله أكبر! عيش القائد! عيش القائد! تحية الوفاء والصمود والنصر في الوقت الذي تتعرض فيه بلادنا لهجمة صليبية خليجية عربية شرسة لمساعدة الخونة والعملاء للنيل من كرامة وعزة وشموخ هذا الوطن الغالي، ومن أجل السيطرة على ثرواتنا وعبادتنا وتطهير أبنائنا ونسائنا وتحجيم دور ليبيا الريادي في العالم، ومحاولة النيل من شخصكم الكريم، وأنت رمزنا وعزتنا الذي ليس له ند ولا مثيل. نحن جماهير أولاد أبي سيف، ومن يقيم بين ظهرانيها من مكونات اجتماعية أخرى. العزة والكرامة لكم أيها القائد المظفر، ولجنودنا البواسل، والخزي والعار للخونة والمرتدين والمرتجفين والخائفين والمشككين إلى يوم الدين. فالنصر قادم بحول الله وقوته على أيديكم أيها القائد المجاهد معمر القذافي، وإن غدا لناظره قريب، فلا نامت أعين الجبناء.